أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار المسائية، وهذا أبرز عنوانها: مقتل رئيس الحكومة رميا بالرصاص في هذه الدولة. وهذه هي التفاصيل. أعلن التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة وفاة رئيس الحكومة السابق عقب إطلاق النار عليه خلال لقاء كلمة في حملة انتخابية. وقالت هيئة البث الوطني بحساب مسؤول كبير في حزب الليبرالي: توفى رئيس الحكومة السابق عن عمر يناهز 68 عاما في مستشفى بمدينة كشيهار بمنطقة نار، حيث كان يلتقي علاجا. كنتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.